المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء واستهلها كما جرت العادة بأبرز العناوين. السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت الكونفدرالية الوطنية للعمال بيانا بمناسبة الأول من مايو اليوم العالمي للعمال. أوضح الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تخست بايره إن الأول من مايو يأتي هذه السنة وأكثر من 3 ملايين شخص في العالم مصابين بوباء فيروس كورونا، وأقادة أكثر من 230 منهم بالمرض، ومعاناة العالم من أزمة اقتصادية كبيرة، ويمكث حاليا 2.7 مليار عامل في بيوتهم نتيجة لإجراءات مكافحة الوباء. وذكر في مثل هذا الوضع فإن الخطوات التصدي العاجلة والناجحة التي اتخذتها الحكومة الإريترية هامة وتقدم سلامة الوطن، مشيرا إلى أن عمال إريتريا وناهيك عن الاعتكاف في منازلهم لسلامتهم وحماية الوطن فإنهم وبتورعهم يظهرون إسهاماتهم الوطنية. وذكر البيان بأن المفوضية الوطنية للعمال تنظر بفخر كبير لمبادرات المواطنين لمساعدة المحتاجين مدفوعين بالقيم المجتمعية والوطنية. هذا ويحتفى بالأول من مايو اليوم العالمي للعمال للمرة 29 في البلاد و30 بعد 100 على المستوى العالمي. تم إحياء الأول من مايو اليوم العالمي للعمال في العاصمة أسمرة بالتبرع بالدم. وأشار عمال الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا البالغ عددهم 40 شابا والذين اتخذوا المبادرة لتنمية نقل الدم بالتفاهم مع المركز الوطني لنقل الدم. وأوضح المشرفون على البرنامج لزوم كافة أفراد المجتمع لمنازلهم تطبيقا للتعليمات الصادرة للحد من جائحة كورونا. وقد توقفت مهام مركز نقل الدم الوطني لجمع الدم من الكليات والمدارس والمؤسسات الحكومية، ولتغطية قلة الدم الناتجة عن ذلك ظلت جمعية المتبرعين الطوعيين تنشط بالتفاهم مع مختلف المؤسسات. وذكر الشباب المتطوعون المساهمون في المبادرة أهمية التبرع خاصة في المرحلة الراهنة، داعين الجهات الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة حفاظا على الأرواح. وعلم بأن الوزارات وشركات البناء والمؤسسات الدينية والاتحادات بدأت تبرع بالدم من 13 من إبريل، ونتيجة لذلك تم جمع 600 وحدة من الدم. في خضم الجهود الحكومية والشعبية الجارية للوقاية والحد من جائحة كورونا، يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بتقديم التبرعات المالية والعينية لتنمية صندوق التصدي لفيروس كورونا المستجد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يواصل المواطنون في الداخل والمهجر التبرعات المالية والعينية لتنمية صندوق تصدي جائحة كورونا دعما للجهود الحكومية والشعبية. ووفق التقرير اليومي لوزارة الصحة، تبرع عمال إدارة الإقليم الأوسط براتبهم الشهري ما يعادل 2,821,077 نافة، وعمال إدارة القشبركة والمديريات وأعضاء المجلس 864,089 نافة، وشركة ساوا للإنشاءات العقارية والتنموية 548,000 نافة، وتجار مديرية قلوج 449,427 نافة، وشركة قدم للأسمنت 200,000 نافة، وإدارة صيد الأسماك 200,000 نافة،
وعمال مطبعة سابور 140 ألف نعفة، وشركة أسمرة للحوم والألبان 50 ألف نعفة، وعمال البنك التجاري الإريتري 50 ألف نعفة، وصاحب مؤسسة دينتال العالمية 25 ألف نعفة، ولجنة الأوقاف الإسلامية في العاصمة أسمرة 10 ألف نعفة. في غضون ذلك تبرعت إدارة هدم 62,570 نعفة، وإدارة ضاحية تخندع 30 ألف نعفة، وجمل لإيجار السيارات 30 ألف نعفة، وإدارة ضاحية أوهوني 24,900 نعفة، وسكان مدينة عدخالة 23 ألف نعفة، وإدارة ضاحية منخسيتو 22,150 نعفة، وإدارة مايترا كوخباي 20 ألف نعفة، وجمعية بليقات التعاونية للمرأة التابعة لوزارة الدفاع 20 ألف نعفة، وأصحاب المواصلات العامة الصغيرة والكبيرة في مدينة مصوع 19 ألف نعفة، وإدارة ضاحية عدقاول 16,890 نعفة، وإدارة ضاحية سرحة 15 ألف نعفة، وإدارة انبسة قلبة 10,205 نعفة. وفي سياق متصل تبرع كل من مؤسسة تخلو قرماسيون للحدادة والنجارة، وبيسيريا تيمبري، وشركة سام للخياطة التساهمية، ومطعم هيبرون، وشركة حدرا للأحذية مع أبنائه، وصاحبة مؤسسة واندر ليون، وجمعية أبناء عتكريزان التعاونية، وجمعية داميرا الخاصة، وجمعية بعل مريم التعاونية مقيمي العاصمة أسمرة، ومؤسسة ST لإنتاج الألبان ومشتقاته، وشركة مسقنا برهاني لمستحضرات التجميل، وشركة سيبا الخاصة تبرع كل منهم ب10 ألف نعفة، وجمعية سيارات الأجرة في مدينة بارنتو 7,000 نعفة، ومشروع مرقدة الزرعي في عدغيح، وفندق امباقليانو، ومتجر سلمون إياسو للنظارات، وشركة نقاش للأسفنج، وإرتريان سوسايتي كل واحد منهم 5,000 نعفة، وعمال فندق داني ومؤسسة الراجحي لإنتاج الملح كل منهما 3,000 نعفة، وكاثوليك باريش 2,500 نعفة. من جهة ثانية تبرع الإريتريون في لكسمبورغ البلجيكية لنفس الهدف 18,229 يورو، حيث تبرع أعضاء السفارة 2,609 يورو، والمواطنون 12,620 يورو، وأعضاء الاتحاد الوطني للمرأة في البلجيك 3,000 يورو. كما تبرع المواطنون المقيمون في ولايات أبو ظبي ودبي وشمال الإمارات العربية المتحدة ب37,070 درهم، إضافة إلى المتبرع به مسبقا 1,241,083 درهم و3,000 يورو. في غضون ذلك تبرع المواطنون على المستويين الفردي والجماعي أكثر من 500,000 نعفة. قدم سكان مناطق عدباري بمديرية مندفرة وفلكت بمديرية أفعبت ومديرية نقفة قدموا مساعدات عينية للأسر المحتاجة في مناطقهم، وبموجب ذلك قدم 5 من سكان ضاحية عدباري الزورة والدقيق ومواطنين آخرين مواد للنظافة. كما ألغى كل من السيد أبراهام هبتسلاسي المقيم في أمريكا إيجار 8 مستأجرين، والسيد إفريم قرمو المقيم في ألمانيا ل4 مستأجرين، والسيد كبراب هيلي المقيم في أمريكا إيجار 4 مستأجرين لفترة 2 شهرين، ومقيمة في أمريكا تحفظت عن ذكر اسمها ألغت إيجار 3 مستأجرين ل3 أشهر، والسيد كيروس تخلو إيجار 5 مستأجرين لشهر واحد. وفي ضاحية فلكت قدم سكان الضاحية الزر ل40 محتاجا، كما وزعت المناضلات المسرحات في مدينة أفعبت 3,600 نقفة جمعنه للاحتفال بعيد الاستقلال وزعنه للمحتاجين. من جهتها قدمت الفرقة 71 دعم عيني ل86 من المحتاجين. كما قام الشباب العمال المتطوعين في مديرية نقفة بجمع 3,150 نقفة وتوزيعها للأسر المحتاجة. في غضون ذلك تجري جهود حثيثة لتطبيق التعليمات الصادرة ومراقبة جادة لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.
اتخذت خطوات تصحيحية بحق المؤسسات التجارية المخالفة للتعليمات الصادرة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد في مديرية دباروة، وقد تفاوتت الغرامات المالية بحق المخالفين في مناطق عد جدة وترى ومرب وغزلامزة وغيرها من المناطق في المديرية ما بين 500 و5000 نقفة. في غضون ذلك ألغى السيد بركات هايلنكييل المقيم في واشنطن الأمريكية إيجار مستأجرين لمنزله في مدينة دباروة ل4 أشهر، السيدة قدست زرعاي ل4 مستأجرين، والسيدة لتسلاسي عقبازجي المقيمة في المملكة العربية السعودية ل3 مستأجرين، والسيد فسهية جبر مدهن المقيم في أمريكا لمستأجرين، وأسرة المتوفى جبر كريستوس محاري لمستأجرين لفترة 4 أشهر. وفي سياق متصل السيد هابتو مرهاسيون ل4 مستأجرين منزله لشهر واحد، والسيد جبر مريم جبر سلاسي لمستأجر منزله لشهر واحد، وكذلك السيدة صهينيش إسحاق ل6 مستأجرين لمنزلها لشهر واحد. وطاحون التخلكداني للذرة والفلفل الأحمر قدمت خدمات مجانية لفترة أسبوعين. في غضون ذلك تبرعت الفرقة 27 بأكثر من 19 كنتالا من مختلف أنواع الذرة ل76 مواطنا محتاجا في ضاحية هدامو وعنابو وحشمله وحينبة ومدينة عدقيه. دعا مسؤول مكتب السجلات في إقليم القاشبرك السيد سمر السئلي الجهات المعنية لمنح اهتمام أكبر وخلق آلية لتسجيل الممتلكات غير الثابتة بطرق قانونية وبعد فشل نظام التسجيل في الإقليم. وأوضح السيد سمري أن أسلوب تسجيل الأراضي والممتلكات غير الثابتة الجاري بموجب الإعلان 95 لعام 1995 لم يعمل به كما ينبغي في كافة مدن وبلدات الإقليم وكذلك في مناطق الزراعة. وأشار إلى أن عملية التسجيل يجب أن تتم عبر لوائح وقوانين لأهمية وفائدة نظام التسجيل ونوعية وسبل هذا النظام والتأكد من جودة البناء ومستندات يتطلبها التسجيل، وتسجيل نقل الممتلكات الثابتة وتسجيل التجارة الزراعية وكذلك تجديد التسجيل، وعلى الإدارات والمدن والبلدات تحمل مسؤولية استئناف النشاط. يذكر بأن نظام السجلات يشمل حقوق وواجبات كافة الممتلكات غير المتحركة فوق سطح الأرض، ويضمن ملكية خاصة واستفادة جيدة من الممتلكات وإدارة الثروات الطبيعية، ويفيد في معلومات إحصائية دقيقة تساعد في وضع البرامج التنموية وحل الخلافات في قضية الأراضي والنقل السريع والآمن للأراضي، إضافة إلى تأكيد أوضاع وجود الأراضي المسجلة. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. تتخوف منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي في الدول الإفريقية بسبب انتشار فيروس كورونا، ودعت دول القارة إلى الإبقاء على تدابير العزل مع بداية رفعها في عدد من الدول. واعتبرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديوسو مويتي في بيان أن تلك الإجراءات ساهمت في كبح انتشار كوفيد-19، لكنه لا يزال يمثل تهديدا كبيرا على الصحة العامة. واعتبرت مويتي أنه في حال أنهت الحكومات تدابيرها بشكل مفاجئ فإن ذلك يهدد بخسارة المكاسب التي حققتها الدول حتى الآن ضد كوفيد-19. وأضافت أنه من المهم الإبقاء على تدابير مراقبة ورصد الحالات وفحوص صارمة من بين تدابير أخرى لإنهاء الجائحة. ووفق المنظمة العالمية سجلت إفريقيا أكثر من 36 ألف إصابة مؤكدة و1500 وفاة نتيجة كوفيد-19، والوضع مثير للقلق في منطقتي إفريقيا الوسطى والغربية. وحتى اليوم تظل إفريقيا إحدى أقل مناطق العالم تأثرا بالوباء الذي أودى بحياة أكثر من 234 ألف شخص في العالم، وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. خلف تفجير استهدف مدرعة للجيش المصري شمالي سيناء سقوط 10 جنود بين قتيل وجريح وفق ما أعلن الجيش المصري. ووقع الاعتداء جنوب مدينة بئر العبد في منطقة شمال سيناء، تعد مركزا لتمرد إسلامي متطرف مستمر منذ فترة طويلة وتتزعمه مجموعة محلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأفاد المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي أن الاعتداء أسفر عن إصابة 10 جنود بينهم ضابط دون أن يقدم تفاصيل أكثر. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الاعتداء الذي وقع في رمضان. وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعازيه على حسابه الرسمي في موقع تويتر. وفي 2018 أطلقت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصا منها المتمركزة في شمال سيناء. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بفرض رسوما عقابية عليها، مشيرا إلى أنه اطلع على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان. وحول احتمال أن لا ترد الولايات المتحدة ديونها للصين في إجراء انتقامي، قال ترامب: يمكنني أن أفعل ذلك بشكل مختلف عبر فرض ضرائب جمركية كما فعل في السابق خلال النزاع التجاري بين بلاده وبكين. وغالبا ما يهاجم ترامب الصين منذ بداية الجائحة التي أضعفت الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير، فيما أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أنه لا يعرف بدقة من أين بدأ الوباء. سادتي، بذا وصلنا إلى ختام نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.